ويمكن بختلف مع الكابتن ياسر عبد الرؤوف اللي قال لك الكوره مش ضربه جزاء. يا ريت تجيبوا لي الصوره كده، احنا لعيبه كوره برضو، في نوع من الذكاء طبعا ان سيف الجزيري لبس ياسين مرياحي ضربه الجزاء، لكن هي ضربه جزاء لان خلاص هو خد الكوره وحضن عليها والكوره طلعت من فوقيه، وادي الرجل اهي تحت، الرجل لازقه في سمانه سيف الجزيري، واللاعب بيشوف خلاص دخل في يعني منطقه الجري بتاعت سيف الجزيري، هو حطه في الوضع ده وخلاص حصل تلامس في الرجل من ورا، ضربه جزاء مليون في الميه، هو لا يستطيع انه يستحوذ على الكوره، وبالتالي كمان سيف الجزيري لبسها له. ولكن فرضنا عشان بس في تونس ممكن يقولوا الكوره مش ضربه جزاء والتحكيم، لا اوعى تتكلم عن التحكيم، ده انت صاعد بضربه جزاء كابتن ابراهيم نور الدين حسبها لك على بطل نيجيريا وهي من بره، وبيها وبالضربه الجزاء دي صعدت. ده انا مغلوب والفريق شباب لوزداد واخد نقطتين زياده وانا ناقص نقطه بضربه جزاء مضحكه جايه هنا في نبيل عماد دونجا، واتحسبت عليا وخسرتني وخلت دلوقتي شباب لوزداد عنده 7 نقط وانا عندي شباب لوزداد عنده 6 نقط وانا عندي 4 نقط. كان زماني دلوقتي انا عندي 5 نقط وشباب بلوزداد هو اللي عنده 4 نقط. كان زماني انا متقدم على شباب بلوزداد لولا الخطأ التحكيمي. النهارده الزمالك بيجيب جون ثالث وبيأكد النتيجه بنتيجه 3-1، وكان كمان دي يمكن النتيجه المفضله للزمالك على الترجي. اخر 3 مرات فوز الزمالك على الترجي 3-1 في السوبر الافريقي، 3-1 في مصر في دور الثمانيه في بطوله افريقيا، و3-1 ما هو في انت ازاي دوري هتقول الحقيقة؟ المجموعات. ما تقدرش، لا تجرؤ انك انت تقول ان هي مش ضربة جزاء. يعني حتى يعني عمال تقول ايه؟ جابها، لبسه، هي واضحة. ده تعمد ان هو يقف قدام لعيب اعترض طريقه. الفاول على المهاجم مش على المدافع. لكن انت عمرك ما تقول الحقيقة تقول ان هي مش ضربة جزاء. لا، هي ضربة جزاء. اما حكاية بقى ان انت كان ليك ضربة جزاء اتحسبت عليك وهمية او مش وهمية، يعني دي بقى حسابات تانية. انما الكرة دي يعني الشوط ده معايا، لا مش ضربة جزاء. وما ينفعش انك تقول لي ياسر عبد الرؤوف مش صح. ازاي؟ هو الحكم.